بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الإظهار في علوم البلاغة لعلم الدوم، قلت من علم البديع للمحسنات، يعني المحسنات اللفظية دوم، يعني السجع درس رابردو باسي شي ناس ما كر أوراتنا سر السجع. السجع في اللغة مشتق من سجع الحمامة، يعني دنجي كوتر، لازم دنجي سيبيطان كوتر. تقول سجعت الحمامة أو الناقة، حتى بناقة يعني بحشتري ميش دا قتري سجعا إذا ردت صوتها على طريقة واحدة، يعني جلس يجنبر برات أو بيدا قتري سجع. قال ابن الجني ده فرمي سمي سجعا لاشتباه أواخره، يعني كوتايا كان بيقدسن بو بيدا قتري سجع. وتناسب فاصلة كان مناسب لقريك، جمع سجعش سجوعا. والسجع في الاصطلاح لا علماء بلاغة هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، يعني تطالب السجع مقابل قافية لشعر، شعر كوتاي بيتكان بيك بيت كوتاي دي سجع لنثرة لبخشانة واضحة، لشعر مقابل قافية، لو قافية ليه سجعها تري التواطئ يعني التوافق، فاصلة يعني كوتاي هر جملة برام دري من النثر لبخشان نقل الشعر، شو الشعر وزن قافية نثر نيتي على حرف واحد بيك بيت كوتاي دي تفرموا، وهو في النثر كالقافية في الشعر، وكو قافية للشعر وايا. وهندق لبلاغيش ناويا لنا التسجيع، تسجيعش بكارديتن برزان. السجع فرمي فن بلاغي قديم، هنا ريشي بلاغي كونا فقد ورد في كلام العرب في الجاهلية، هل جاهلية الشهر هبوا، وكان حضوره واضحا في القرآن الكريم. من القرآن شا سجع هيا هرسان خلافك مان هيا كدين نسر دوات الباسي دكن. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سجع هبوا يانا بهماشد. وكلام البلغاء والفصحاء على مر الأزمان والعصور مكاتك هرهبوا. بلام لما سألي القرآن خلافك هي برزان أقدر من آية القرآن تتواني بيبلي سجع هيانية، هل يجوز أن يقال في فواصل القرآن لكتاي آية كان أشجع تتواني بيبلي يانا خواهي يقول تفرمي بون من السورة الضحى تفرمي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، كتاي كان ينبسيها راء بيش ويش هاء ونيا يعني بدو بيت نك بيت بيك بيتنا بدو بيتش تقهر وتنهر آية ودتواني بيبري سجع. أما أنه لا يجوز أن يطلق السجع على القرآن، يا نبي سجع بالقرآن بكار به خلافه لنوان علماء بلاغ أهل بيان. قولي كم إمامي باقلاني كصالي صار صار وفاتي كردي رفض ذاك دري نبي بيقتري، رفض الإمام الباقلاني أن يكون في القرآن سجع، ورد على من أثبتوه في القرآن رد وكساندته كدرين هي. قول دوم أجاز كل من أبي هلال العسكري وابن سنان الخفاجي والتنوخي وابن أثير أو نظر بلي هي القرآن هي. والله من رأيي وسط راجح برزان من الأدب المنع، يعني لا أدب ونن سجعها هذه تسيبي برين إسا مصطلحش كمان في ذلتن كالقرآن هات يا خواهي فرمي كتاب فصلت آياته، يعني نايت لنا فواصل لنا فاصلة آيات لنا خلاص دبيو أو يتر دس في دكاتوا، فسماه فواصل، فليس لنا أن نتجاوز عن ذلك، يعني بومانية من لابدين. كما لا يجوز لنا استعمال الفاصلة في الشعر، شكل الشعر فاصلة بكارناه قافية هي هو شيء بطل إمام السيوطي. وأجمع أنه لا يقال في القرآن قافي، بلان بإجماع القرآن قافية نابي بكار بس القرآن وما هو بقول شاعر كوتا قافية نابي بكوتا هي كان بلي قافية أو إجماع دين لسرا، شكل نفي شعر القرآن كراوة، شكل قوافي مستلزمات شعره والشعر بكار ديتن كان نفيش كرابي نابي بكار به بلام هندق بكاري شاهنا سجعيا هر بكاري هنا في القرآن، بلام قلت من لا أدب وابرين فاصلة ونيا بلام بكاري شات وريد راوة. بون من أخوي قول السوري المدثر فرمي يا أيها المدثر بس كتايهات فاصلك راء، قم فأنظر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر
ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هر همو بس كوتايات را تا كوتاي تعرف. قد انتهت الجمل بحرف الراء. تنزور سجع من هي أنواع السجع. ينقسم السجع باعتبار صيغ فاصل، يعني كوتايكيك كوتايان هم كوتايانية بوي ببي أو كوتايانا تسار زوريها. مرصعها، مطرفها، متوازيها، مشطورها. مرصع ترصيعها أو عباية كاني ليرا وش الزردة كان سبيدرن نقشة كاني لي ذكري ترصيعي بيدا قلت تدريس شيء بالله. يا كمان السجع المرصع سيري بناسا كي كان برزان دري هو أن تتفق ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثر في الوزن الصرفي. تمشى لوزن يكن لحرف أخير شان يكا، يعني يك وزنو يك بيتي كوتايان هيا. أو وهو عبارة بناسية يشتكر عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة على وزنها ورويها. رويها يعني حرف كوتايكي. بونمنا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تماشاكني أما سن آيات معنا هي لردو آيات آتي يكم دوم لجيروا جواز يكرا ونيا برنج السور. إنا لخواروا إنا الأبرار الفجار لفي نعيم جحيم. نعيم وجحيم يقوزنا كوتاي هر بشان بس هاتيا با يا وميم هاتيا. وهر كلمة كاني بيشتري شامو بيكسون هي ونيا أميان هي. أو بيدا قلت مرصع أدي مطرفتيا مطرف لطرفه هاتيا طرف بوي مصطلح التطرف إيش دارين فلانك تطرف ها تطرف يعني لا جيرة خوي دايت لايق ها لو المصطلح اللغوي كبو معناها. السجع المطرف هو اتفاق الفاصلتين في الحروف السجعي قلت ما كنت كان عند بيجي بلام اختلافهما في صيغة الصرفية. أود دقوا يسيروا زياوزي سيبرزان صيغة وزن كان زياوز وزن لسريع وزن نينا وكوتي. خواهي يقول للسورة نوح لآتي سيزدوت سارة فرمي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كتايا كان براء هاتيا بريسان سير كان وقار لسوزني فعال أدي أطوار أفعال كاتالي رأى هردك براء كتايا ناتي بلام وزنيا جازا. وقار فعالة أطوار أفعالة. أو بيد قدري سجعت مطرف. سيم يعني السجع المتوازي هو أن تتفق اللفظة الأخيرة من المقطع الأول لمقطعية كم مع نظيرتها وشيوكي في المقطع الثاني. لا اتفاق يعني في الوزن والحرف الأخير. نمونة سبارزان خواهي قورة للسورية البلد لآتي يكتابينز تفرمان لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد. تمشى بلد حرسيشان بيتي دال يقوزنش. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. كبد أحد تمشاكني كتايا كان ببيتي سي بيتي دال. نجد السجع بتكرار حرف الدال في نهاية كل آية هكذا كتعزب باسمها كرد كواتا البلد أو أنا يقوزن بس كبد أحد أوش يقوزنه كبد أحد فعل وزن يعني يكا. تعرم يعني كوتاي لسجع بيدا قلت لي مشطور يا عندك بيدا تشطير أو ناوش يدري وهو خاص بالشعر. وبس الشعر هي ليش يترني على قدار بن باش لنثرني وهو أن يكون في كل شطر من البيت قافيتان مختلفتان عن قافية الشطر الثاني. يعني لهر شطرك دو قافية دو كلمة كوتاي كان بيك دسي تقر أوي دوامي برامبري وكوتسي. أبو تمام ضلي تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب. معناها كما لها مش نسياق سيتانك استا معتصم مرتغب يك يانا يان معتصم منتقم مرتغب مرتقب.
معتصمك دەگەر مرتقیبەکەش هات دەبتە یەک ئەوە وەکو وەزن جاکەواتە معتصم و منتقیم بە چ کۆتاییان هات بە میم ئەدی مرتقیب و مرتقب بە با کۆتاییان هات یعنی دوو کەلیمە لە شەتری یەکەم دەگەر دوو کەلیمە لە شەتری دووەم ئەوە پێی دەگوترا سەجع یەکێکە لە محسیناتی لەفظی سێمیان پێی دەگوترێ التەسریع تسريع بريزان لغة هو مشتق من المصراع مصراع هي أو دو درجاي مال درجة كراوة كان دكري ويش دكري وهو ما أطلق على نصف البيت الشعري أو بنيوي بيت الشعري ده قدري والمصراعان سيبرزان دري هما باباء القصيدة بمنزلة المصراعين كو درجة دو درجايا دري ووكو أو هايا اللذين هما باباء البيت التصريع في الاصطلاح هو أن يتفق آخر جزء من السطر الأولي مع آخر جزء مع جزء يعني كوتايكي لا توشي يكن برزان في الوزن لروي إعرابه لروي قافشة أو تعريف دوام نسرة أو هو اتفاق نهاية شطري البيت الأول في حرف واحد وأحسن ما يكون في أول قصيدة وأغلبها لسرتها قصيدة تسبيتك بيتي كم لك قصيدة أو هايا وقد يكون ساري واشياء لنا والراسي قصيدة جدي وكتسي قول أمر القيس في مطلع قصيدته قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي منزل حومل فنجد أن الكلمتين منزل حومل خفاكا أويها قدار بن باشا زيادة لرايان لنا وراس أمور القصد فرمي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي لبر أمثالية هي بس لبر ضروري شعري هي يا كنما دري أي شيء يدريش كعدنا هاتيا بروي خلاص بصبح بأن يكبي بلام داخل وما الإصباح منك بأمثلي بأن يكبي تباشرني يعني ايش هاي يا بالله ليل تكون مؤنثة ليل مؤنثة نهار مذكرة شو دري آخر على مقابلك بمذكرين أبغى أنا مجازينا آخر حتى إنجلي الليل بخوي مؤنثة إنجلي بس منك كان يقول منكش أو زورا تسبدنا زورا كلمانا مجازي أو مؤنث مجازينا حقيقيننا لمؤنث حقيقية هيج كاتقنا بفعلك بمذكري بيتن دبي إلا بتأنيث بيتن حتى القرآن وجاءهم البينات وجاءتهم البينات هردو الشيء خو بينات مؤنث يا مؤنث نيا جمع بينه مفردك ايش مؤنث بس ده القرآن هردو عبارته وجاءهم بمذكريها وجاءتهم بتأنيث شاتيا لبرأي شيء بين مؤنث شيء مجازية حقيقية حقيقي يعني سي يعني عفرتني بس عفرت مؤنث شيء حقيقي يسوي شيء حمزة طلحة هنا بيانا بس اعتبار بلفظك بكي دبي صيغة كي بكي مؤنث بس اعتبار بالشخصية بكي دبي كي مذكر أو تصريع برزان سارم يان بيد قتري الموازنة تقريبا أنا اللي يجنزيشتن ها تصريع وموازنة يعني ستمشى تكي هم يان هردو حساب كان زار وكو دباري اللي ديتن موازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن من الفقرتين المقترنتين مع اختلافهما في الحرف الأخير منهما دبن يجوزن يعني هي بلام حرف أخير كان سيا زياوازة يعني تعني بالتساوي الفاصلتين كوتاي كان متساويين لوزن بس دون التقفية قافية زياوازة هذا اللي التقفية بالقرآن قلت نايبة كاربيت كي سباسي آياتك اللي جاي مباشرة دون الروية دون الحرف الأخير هو زوان سرة كقوله تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب تمشى إن كل نفس لما عليها حافظ تمشى طارق ثاقب حافظ
وزنيان يكا هم فاعل 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 ونيا بس حرف أخيريان قاف باء ضاد ونيا جوازا بود فرمي متماثلات في الزنة زنة يعني وزن لوزن يكن بس قافية حرف أخيريان جواز بابا حرف الأخير بخوينا بقى كما آيات أما عام قصدك يعني هل نمونا كل رآياتها نمونا كآياتها بس أما باسي عام ما نكرت بينزم يعني مماثلة والله هم اللي يجنزيك عندك غير موازنة وعندك جواز عندك كان عندك نمونا هنا تو مماثلة هي تساوي الفاصلتين في الكلمتين فأكثر في الوزن دون القاف يعني زيادة لك يساوي سروية كلمة بنونيا لآيات هي كلمة أولا نوع آياتك دو كلمة هرسند اللي رأى قرت مشاش كاني سيري كان تفرمي وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ونيا فكلمتا الكتاب الصراط على وزن واحد كتاب صراط فعال مستبين مستقيم مفتعل وزنيان يقويانا وزنيان يكا أو دو كلمة أو يسروا كلمة بو يوجاوزيان هي باشا لزوم ما لا يلزم يعني اللي خوي إلزام كرديا كلازمنيا فخوي يكبت كتابي وكو يكبسا أو ديك هذا دو سيزارة تسارش تعريفه هو أن يجيء قبل حرف الروي يعني حرف الأخير أو ما في معناه من الفاصلة بما ليس بلازم في السجع لازم يعني أو كلمة بيتي بيش أخيري بيش ويش هروابي السجع بس بيتك أخيري كافية أو عبارة بيزناك بخنو يكسد نستر نمونا خواهي قلت فرمي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لا تن بيت بيك سنوا دو راء كسجعي كوتاية بيشي ويش نعم أو لا تاكش بيك دسي بس تاكا دور ترى ما دام زيوازي كتما بين حسابي لوناك يا قدار أنا تاكش هوا ونيا بس دبر نونو قافك وكو يغني ناقرينو زيات ناقشينوا الراء والهاء يعني خواي قولي للصوري دفرمي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون تمشى سامبيت شعر آخر النون بيشوي واو بيشوي صاد لزوم ما لا يلزم سندي بفيش خذها هنا حفتم يعني الرد العجز على الصدر عجز يعني كوتاي يعني كوتاي اللي بوسرتاي كي بجير يوا دري عبارة عن كل كلام وجد في نصفه الأخير لفظة لكوتاي اللفظية كي يشابه لفظا موجودا في الأول لكوتاي اللفظية كي بسرتاي اللفظية ككلمة لسرتاي هذه بيقدسن وهذان اللفظان المكرران أو دو لفظي كدوبارة بوينوا في الصدر والعجز قد يكونان متماثلين في اللفظ والمعنى اللفظ معنى يكن أو بينهما تماثل في الاشتقاق أو ما يشابه يعني دمي الاشتقاق يكن أغنى لللفظ يكنينا يعني لمعنى يكنينا أو بينهما جناس في اللفظ دون المعنى اللفظ يكن بس لمعناتها جوازا وكوسيدة بتتنزر أولا في لنثر بيزقل الشعر اللفظان المكرران وأحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها كقوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه سير كان لرفرزا هردو كلمة هم لعبارة للفظ هم لمعناش يكن تخشى لا أنا بريما مصايا كان ألف مقصورية كان ألف قائمة ها يويك ألف مقصورة ألف قائمة يق حرف اعتباري بودك يا قدر باشا كواتا تخشى لو يسيقو تخشى ضمير هنا بس أصلي فعلك هنا أصلي فعلك هاتيا كواتا هم للفظ هم لسيدكش لمعنى هو بيد قلت اللفظان مكرران أو زاري اللفظان المتجانسان متجانس يعني بيكتسو وهما المتفقان في اللفظ برام دون
معنى للفظيك بلام لمعنى جوازا. كقولهم سائل اللئيم يرجع ودمه سائل. حشاكم لئيم يعني إنساني بينرخ دسباس كردنا ولا كسيتشي بينرخ تري دسبان كردو بس كدقريوا ودمه سائل كساك خويني لدتش للشرمزاري شكاو كسئيوي وشي سائل سائل وكو يكنينا بس معناها سائل يكم لسأليا يعني بسيار كردن أدي سائل دوام لساليا سالي يسيلو يعني لبري دروا دنيا رحمتك باش باريها سال الماء ها أو زر الحمد لله خواهي قرب بركات زيادة الكاتب كواتيسا سير دكي للفظ يكن بس ده معناه يكن بمعنى بسيار كردن يكن بمعنى رويشتن سيميا اللفظان اللذان يجتمعهما الاشتقاق يجمعهما كوان دكاتو اشتقاق يعني أصل كان كأصل أصلي فعلكي دفرمي يجمعهما الاشتقاق مشبه يا مشبهه سيد كان خواهي يقول السورين وحده فرمي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار استغفروا غفار أصلي اشتقاق لسور جراوة لا غافا ري يك أصليان هي يك جذريان هي هردو الشام كواتا بهمان شد أوانا اشتقاقك كوان دكاتوا يا خواهي يقول السوري بقرة دفرمي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هردو لسور جرانا لحسوا نور جراوة كواتا أصلي اشتقاق يعني يكا سارميان اللفظان اللذان يجمعهما شبه الاستقاق شبه يعني بيتسو أغنى أصلي اشتقاق يعني يك نيا وكتب بارزان السوري الشعراء آيات 168 لوط عليه السلام تيبقى قومك يقول قال إني لعملكم من القالين قال قالين كبريا قبرك شعر زي لاشتقاق والأصلي كلمات نبي دري لواني يقبي ها بلام نخير قال لقولي ورجرا قالين لقلا ورجرا شهد زنياتك معنى لسوري ضحى ما ودعك ربك وما خلا يعني النوازل هناي إن ليش الترى بوالرة قال إني لعملكم أمركم لسيها كردوا كانتا بو شبه الاشتقاق كأنا ما هو سيدك هردوك اشتقاق يعني كسي اشتقاق يعني يكميان لقولي لدوم يعني تشيها قلا يقلي أولا نثر برزان أوزاري للشعر اللفظان المكرران المتفقان ديسان لفظا ومعنى كقول لديك الجن الحمصي ترى السكران سكر الهوى سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران يا تمشاهد كي سكران يصير خوشي ها دفرمي سرخوشي هوا يعني دواء أرز وكان كتوها وسكر مدامة يعني عرق يعني سرخوشي أرز وكانت يا سرخوشي عرقة فمتى إفاقته كي بقى قاعدي من به سكران أو كسر خوشة كي بقى قاعدي كواتلك كلمة سكران هم للفظ هم لمعنى يكشتان دوم يعني متجانسان متفقان بلام لفظا لا معنى لا لفظ يك بس ده معناه زياوازة القاضي أرجاني ضلي دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني أوي كبيك دسيسي ورزان دعاني بلام كسير دكي زياوازة فاللفظان دعاني في أول البيت وآخره اتفقا في اللفظ ولكن اختلفا في المعنى دعاني يكم بمعنى اتركني وازم لي بنا ليدوم يعني اطلبني يعني طلبني داي كردم
بويا يكميان دعاني لفعلي سور جلا لا ودعا يدعو دع وازبينا إدوميان لدعا يدعو أصلا كان زيوازة باشا بريزان كسير دكي ناي كسام دعاني من ناخ أصلا عبارة أقلبي دوش بي بس كدسي بيكردي بيك دسي بيكردي بانجي كردم بانجي آخر بالفعل دعاية أو أولا أو سيميان اللفظاني أو ديسان الملحقين بالمتجانسين برام للاشتقاق لبر اشتقاق يعني يكاوانا نفس الشيء قال ابن أبي عيينة فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير تمشى اشتقاق يود كلمين تفرمي فدع الوعيد وأصل التهديد بنا فما وعيدك ضائري تهديد به زرب من ناقيني هذا دي تشبيه دكاب بشتشي ملموس أطنين أجنحة الذباب كزقزي بالي مش يضير زرري هي دري وسان زرري هي تهديد كيتوش أنا بنده يعني بس يزعزم دكا أقرنا كاريجري جسدين يا كلمة ضائري يضيري يضيرو يك أصليان هي أوانا اشتقاق يعني كا للضرة يا سارم يعني اللفظان الملحقين بالمتجانسين ديشان لشبه الاشتقاق شبه اشتقاق يعني كأنما أصلا كان يك كأنما بس يكنيها شاعر در لعمري لقد كانت ثريا مكانه شين بعمري خوي دخوا ثريا أو أسيريه أسيري ثريا كالاسمان در شويني ولويه يعني ناوي لسر زيبي ثراء دولة من ديك فقلاويجا نازانم بسيار دكا ما مساج ثراء دولة من ديك در فأضحى الآن سير كتشبيه جواني در شين بعمري خم أو أصلي خوي شويني لشين دربو هسر أستيري ثريا مكانكي ثراء دولة من ديك طالما فأضحى الآن مثواه في الثرى بلام إيسا شويني لشين درا لجير خوله يعني لشين دري وشين دري بوي ثراء الثراء يعني هزدكي ثريا وأنا دري وتزاني كلمة أنا ونيا ثريا وثراء وثرى بلام كادت يسر معناه كان ينزعازة وشيء ثراءان الأولى بمعنى الغنى والثروة ثرائية كمش بمعنى أستيرد إلى أسمان بلام إيدوم يعني بمعنى كده التراب يعني خول كوات الشبه اشتقاق لبرو بيتكام بيقدسن كأنما أصليانية كبلام أصليانيك نيا بريزان برلو بيتين السير مبحث دوم تشب سياري هي ناس يعقي كلمة نزاني قد ما نزاني دعاني أجر نقرأ سر سياقي كلمة كلا سهاتي نازاني كم ما يتشد وما ناكري نازاندري سياق زور زار دلالي كلمة ما بيدري تنسي ناف سياقي ناجملي نازاني يعني بانكم ده كان بقول له ما كرنيش كسفاهتي تدا حاشاكم جلاتي تدا دعوي شوق يعني شوقي لبوشتكيه كسكا فداعي الشوق قبلكما يعني دعوي شوق خوش ويستي يعني روتسون لبو كسك حزيليا بيش اوان دعاني بانجي كردبم لبوي بيش اوان بانجي كردبم بس ديار او زور بان كرنا لك نبي بي سفاهتها شاعر بيش تشخرابها برزان المبحث الثاني المحسنات المعنوية تمشى يسيروا سبو بديعي لفظي بو أويان بديعي بس معنوية أو شوي جرينج بلفظ نادا وكان يهمو لفظ كان بيكسونا هو جرينج زياتر بلفظ نادا زياتر جرينج بس ده بمعناه وهو ما يرجع إلى تحسين المعنى أولا يعني كم زار اهتمام بمعناه ده وبالذات وإن كان فيه ما يفيد تحسين اللفظ أقد تحسين لفظي جي تداعى
بەڵام یەکەم جار ئیتمان بەس دەدا بمعنى أوش محسناتي معنوي بريزان طباق مان هي تدبيج مان هي ليرساق المجمار ديا بيسوسي طباقة تدبيجة إيهام التضاد مقابلة تورية توجيه مشاكلة حسن التعليلة مبالغة اللف والنشر التقسيم الاقتباس التضمين التلميح العقد الحل الإرصاد مراعاة النظير تشابه الأطراف التجريد المذهب الكلامي تأكيد المدح بما يشبه الذم يعني تأكيد الذم بما يشبه المدح الطباق طباق سناوي عندك بيدرن مقابلة مطابقة عندك بيدرن تضاد عندك بيدرن تطبيق عندك بيدرن تكافؤ يا مقاسمة أو مناون بس ناوروك كان يكن تعريف الطباق يا الجمع بين الشيء وضده يعني شتێک پێچەوانەکەشی باسکەی شتێک دەینی پێچەوانەکەشی باس دەکەیت بەڵام لە کەلام لە قسەکردنە ئینجا زۆرە تیباقەش بەڕێزان وقد يقع الطلاق بين اسمين زاروا هەردوو اسم یان هەردوو فعل یان هەردووچیان حرف یان زاروها اسم فعل غيري وانا شيء نمونة كان ومن أمثلة ذلك بين الاسمين قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا بلام دفرمي وهم رقود يعني واهز لك وانا اقان كتي حال كونهم ذا الرقود في النوم يعني خويت يقول خويت يقول او رقودي بيدا قلت ليتسن وباقابون خويت يقول بيتانا يكن بو دفرمي ايقاظ ورقود وهما اسماني بلا ما مسان ملتي والله ما خوتو هر خوتنا نية ما مستا لسر بالي في بار بداتو يعني خواهي يقول السورة كهف لا يتجد فرمي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يمين شمال عكسي يكن ومن أمثلة ذلك بين الفعلين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يعني تعطي دداها بلما تنزع الملك أو بو بيتسواني وتعز من تشاء وتذل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تمشى تؤتي تنزع تعز تذل بيتسواني يكنا ومن أمثلة ذلك بين اسم وفعل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه ميتا اسمه أحييناه فعل بلا بيتاني يكن يعني بيتاني يكن برزان سنزور طباق مان هي أو شو عزني كبيت سواك دو زورن طباق مان إيجابي يعني بيدا قدرة طباق هي سلبي يعني بيدا قدرة السلب يعني عكس كردنا وكي طباق الإيجاب هو الإتيان بالكلمة وضدها يعني كلمة بيت سوانا كي بيت سوانا كي يعني تيا رش مقابل كي بس برينا الرش هات نا دفت عكس بس عكسك ببيتساني هاتينيا ونيا بناي فكرة بس نا خواردي ناي خوارد بس بيتسانك را بنفي ونيا بنفي أصلا تباقي إيجاب أو كلمة وبيتساني كلمة كا تباقي السلب بنفي بيتسانا ذكرتها خواهي قلت فهمني وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا بيتسواننا يعني بيتسواننا بيتسواني يكترنا وبيدا قلت طباقي سين إيجاب يعني جرير دري وباسط خير فيكم بيمينه باسط يعني دستي خوي دريش كردي لبو خير كردن براستي وقابض شر عنكم بشماله باسط مقابل كيتيا قابض خير شر يمينه شماله بيتسواني يكن ونيا وهم عكسنا على داربا طباق السلب تبرزان هو الاتيان بالمعنى وضده او تعريفه كويكا بلام ليره ضدك يكون عن طريق الاثبات والنفي يعني اثبات دكا يا النفي دكا يعني او الامر والنهي وكتسي قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك او شي ويقول الاسلام بچي يقول باش دكري ما برين خواي جوري نفسي هي
اي خوای گەورە دەفەرمێ كل نفس ذائقة الموت هەموو نفسێک دەبی چ بی دەی بژمێری ئەوە ئینشاڵڵا بەلاغی بابەتێکمانەیە پێ دەگوترێ مشاکلە سەیرکەن مشاکلە تازە خوێنمان لە ئەنواعەکانی محسیناتی لەفظی معنەویەکان یەک لەوەکانم مشاکلەیە لە مشاکلەوە ئینشاڵڵا باز دەکەین ئەو مشاکلە یعنی چی؟ یعنی دەبینی لەوێ کە نەفس هاتیە بۆ نەفس دووبارە بوویتەوە ئەگە ئەو نەبایە لەوێ نهات فمن اعتدى عليكم زۆر فاتدو یعنی تعدای لێ بکە تعدا خراپە بەس لەبەر ئەو تعدای کردیا لە مقابلی وی ئەو هات ويمكرون حزب بالله دەبی بریت خوای گەورە فێر لە قەڵچەکە فێر نەقسە صفاتی نەقس دەبی لە پاڵ خوای گەورە نا بەزاو پێی دەگوترێ مشاکلە چونکە لە بیدایەتی هات لە شکلی ویش دووبارە بەوە لە شکلی وی دووبارە بەوە ئەگەنا ئەو شتانە ناوی بدرێنە پاڵچێ خوای گەورە چکە نەقسن تعلم ما في نفسي تماشا كو كردي بيسوانا ولا أعلم نفي كردوانيا يا كمان إثبات دوميان نفيا فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخشوا نهيا واخشوني أمرا بيسوانا كي نهي بيسوانا كي بتسكرت بأمر يعني عمر يكوري الشعز ضلي وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول ضلي حارتي بما أنا يرفز كين رفزة كين بلام أمان تواني أوان نية كأوية مضايلين رفزي بكن إنكاري بكن ننكر ولا ينكرون كمان إثبات دوميان نفيا أو بي قدرة طباقي سلب طباقي إيجاب دوميان بي قدرة تدبيج لتفعيل لدبجي ورجلا لدبجة بالتشديد البائي كما مصدر كي تفعيله الدبجة يعني دبجة يعني النقش والتزيين زوان كاري هذه الاصطلاح تفرمي هو أن يذكر في معنى المدح أو غيره بس لمته غير مدح بلام سبا كارديني لوني بكارديني لوني سبون ما الرش بوتسي أويا بوتسي رمزة شر سور خوين سبي سوز قاوي خاخاتشي هالرنقك بخوي دلالي شيء ليش بالضبط بيسوانا كيديني بلام او يستانا بعكس كان برنج بكارديني رنجي بكارديني او بيدك تريد تدبيج رنج هذا بزوانيا وانيا تعريفه وهو ان يذكر في معنى المدح او غيره بلام من الالوان على جهه الكنايه كتبت كنايه يعني توريه ككنايه ترويه كنايه دخلني اقدار من باشا كاتف التدبيج هو لون من انواع الطباقه وش هلا طباقه يعني ضد كي باز دكاتن ولكنه يختص بالالوان بلام بلون دينتن والانوان المقصوده في بلام او الرنجانش كمقصودا في غير البياض والسواد كسبي ورش بخوت سنه خود جيكنا معنا هونيا كالرش مقابل كيسيها سبيا وبينهما طباق ويشترط ان تستعمل هذه الرن بلام دائما ودبي لبو كنايب يا نق او رنجتشي ولا ورش ودي عمو كزان الرش نبي حقيقه بي اقعد دار من باشا فلو دلت على حقتها فلا تعد من التجبيج أجرهات أو رنجة ما بس بحقت بو أو كاتنابت التدبيج بكل رنجة كل رنجة كان بكار ديني وكتسي أبو تمام للرثاء رثاء زاني يعني سيا يعني لو كان لاوانا الشعر لاوانا بيه بس الكسي شي خوش ويز كيسان وفاة دكاتن سردولك دريت تردى ثياب الموت حمرا تردى يعني تلبس دبري كرد سي دبر كرد زلشي مردن بلام تزل كيك حمر سيارة سوري لبوسيا خوين يعني شهيد هو بلام دفرمي فما أتى لها الليل شيء بسردانة هات إلا وهي لتشين دري إن سندس خضر ما بس في تشين درا كنا لابد دخولي باشت سكت زلشي علي باشت سرنا كيكا صوص سبا سوري زوانا شوف تبيني كد زوانا تباي دوامي عن صوزة أدي رش سليف كان رش بخوي رشة أدي سبي دوتا فراغ ناخذ اللي تنامين
أو موضوع شاهدنا قلنا الرنجة كبدرا بعد زوان زوانا كواتي كم يمكن لسرويك لساعي معركة شهيد وجهادي كردي وآزاب وكذا جتر لو إني خضرش يعني أويك وداخلي بهشت بوا هرب حريري دفرمي فمذ إزور المحبوب إصفر واغبر العيش الأخضر واسود يومي الأبيض. ترى لو كاتك خوشويستك برو محبوبك برو إصفر الروج ده يعني رنجي زرداتي سيا نخوشي. واغبر العيش الأخضر جاني كسكاتي تسيلي هات غورا يعني كسكاتي نما كسكاتي كبهر نمينه برو تمام دروان. ترى لو روجي خوشويستكي رنجي زرد بو كسكاتي جاني رنجي كسشي نما واسود يومي روزي من تسيلي هاد كيومي من أبيض بو بخوي استاتسيلي هاد ويترش أصفر بس برزان ببونا ما أصفر ما بنا خوشي لك دعوة هرسان دليرة أصفر بالذهبي هنا الذهب يعني زر أو بمدح هذا وزاري ونيا لا الذهب زر زر أخضر يعني عيش جاني شي خوش فراواني أسود يعني تغيير حال سو زارا وش بكاردين دري كابرج يعني الرجب أو كل دايش بكاردين برزان سيم زور بيدا قلت لي إيهام التضاد يعني بيت سوانا إيهام يعني وهم دكري ودا دندري وهم يعني أصلني قادر بن باشا هو أن تتوهم التضاد بين اللفظين وهما ليس متضادين بس بيت سوانا نينا كقول دعبل بن علي الخزاعي إنه يخش يعني يعرفها دعبل ترى لا تعجبي يا سلم من رجل سلمايا أو بيدا قلت مناداي مرغم لا تعجبي يا سلمى بس كبو مناداي مرغم آخرة كتير ده سيا فاطمة تدري يا فاطمو كتايك حذف دبي أي سلمى عجل ما كان لبياوك ضحك المشيب برأسه فبكى ترى بيري بسري بيكني بيري أجا بسري سان بيكني سيدا كارنجي اسمي فبكى قريان نسيبه قريان كنا أو الضحك وبكاء إيهامي تضاد ذكرتن يعني لجان ذاتي تمن روي بيري بسري بيكني يعني ايش بيري بسري بيكني يعني سري سبيك نشاني لوسي سونا ناب تمن ساري مرة ومردنا خطوك بقريه فاس قاصدي مرقة دري هستكي ضحك وبكاء أخوي بيكانين وبكاء جيجنينا وانا بس إيهامي تضاد يعني ليه ذكري هروا أبو تمام دري ما إن ترى الأحساب بيضا والضحى إلا بحيث ترى المنايا سودا دير الشاعر باز لا حسب ونسب حسب زاني شا نسبي إنسان رتسلة شيء دير حسبي أوانا سبيبو منايا من يعني موت مردني بس التشبيه كرديا برشي والبيض عكس السودي بيتسواني يقدينا ما يوحى بالطباق يعني واهز ذكري كورنجا قتنا بيتسواني يكن لكن عند النظر نجد أن بياض الأحساب رسلتشي أو أنا كرسلتشي سبي وخاوين يعني مجاز دفرمي يدل على النقاء والطهارة باتشي وكذلك سود المنايا فإنه مجاز على شدة القتل في المعارك لشر كشتن مردن فبين الكلمتين إذن ترتيا إيهام تضاد وذكر كواب تساوانية كان دير الشرع رادا وستين طباق تقلق زورا بدرت لنا هبا ثاني فيما انتهى النبي ودرس داتو بي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.